تبصوا للانسان اللي هو يعني هنقول على قده. ليه دايما بتحطوا الاحباط عليه؟ يا عم تشوف لك شغلانه بعيد اليوتيوب وتفكر في حاجات زي كده. ليه دايما ما بتختارش الكلمه الحلوه اللي هي ممكن يعني تكون هي فعلا الدعم؟ انت ممكن ما تدعمش ماديا، بس ممكن كلمه صغيره او كلمه حلوه منك تخليني طاير في السما. الكلمه بتفرق، الكلمه بتخلي المعنويات تكون في السما زي ما بيقولوا. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. احنا طبعا بنتأسف على التأخير، وطبعا يعني كل تأخيرة وفيها خيرة، والحمد لله على قضاء ربنا، وربنا يا رب يقدم لنا كل حاجة حلوة. طبعا يعني اتعودتوا معانا في الفترة الأخيرة إن احنا بننزل فيديوهاتنا بشكل مستمر، وظهور العيلة سواء وفاء أو أسيل أو طبعا أم وفاء بشكل مستمر. ولكن الفترة الأخيرة يعني بقالنا كده داخلين على شهر ما بننزلش فيديوهات. الأمور معانا متلخبطة. أنا في مكان وهم في مكان. آه يعني لو طلعت اللي جوايا وفضفضت معاكم عن كل التفاصيل، انا محتاج اعمل سلسلة حلقات، ولكن خلينا نختصر في الفيديو ده ونتكلم في يعني ابرز التفاصيل اللي احنا بنمر بيها. وطبعا اكيد في ناس كتير من حضراتكم بتمر بيها، وهي طبعا الحياة والمعيشة والغلا، وطبعا يعني متطلبات البيت والحياة صعبة، أصعب مما نتصور. الناس بتفكر اللي قاعد أو عنده قناة على اليوتيوب ده طبعا آخر الشهر إن هو بيقبض مبلغ وعايش حياته يعني أو في عالم موازي. ولكن هو في يعني أنا أكون صريح، اليوتيوب لما بيدي فعلا بيدي. اليوتيوب لما يعني بيقول لحد خد، ولما لما الامور تتيسر يعني بيدي، عشان خاطر اكون بس واضح معاكم وصريح معاكم. ولكن ما هو مش كله زي بعضه. احنا لما تعبنا وبدأنا القناة، وطبعا حضراتكم قلتوا اعمل قناة يا عم احمد ومحتوى خاص وعيلتك واشتغل على نفسك، عملنا كده وتعبنا، وكان في ناس محترمة معانا من اول البداية وعرضنا كل ده، ولكن بدون اي مقابل. اوعى تفكروا ان انا يعني اخدنا مقابل من الكلام ده كله، صفر. ليه؟ لان احنا طبعا المشاهدات ما كانتش افضل حاجة، الامور يعني ما كانتش اللي احنا كنا بنحلم بيها. بدأ الموضوع ده يأثر على البنات وعلى ام البنات بشكل سلبي. الامور بدأت تتغير معاهم بشكل يعني لا احنا مش هنكمل، احنا يا بابا البنات زعلانين، احنا بنضيع وقت. مع اني بكون انا في طول الوقت بكون السبورت ليهم، وان انا يعني اشتغل ان انا لا يلا ده حلم وهنكمل. وكنا بنطلع بأدب واحترام وناس شهدت لنا بالكلام ده ان احنا طالعين طول الوقت بأدبنا واحترامنا. ف يعني سيبنا البيت، قلنا نغير العتبة، طلعنا من البيت، رحنا طبعا دهب، ويعني قلنا نغير التفاصيل والمكان ونطلع نصور في أماكن تانية. أي نعم كانت المشاهدات نوعا ما بالنسبة لي بدايتنا كانت يعني احنا كنا راضيين بيها، يعني كانت كويسة، ولكن مش هي الهدف او هو التارجت اللي احنا محتاجينه. فده دايما يعني واتمنى من الناس اللي هي يعني عايزه تاسس قناه على اليوتيوب، لو حسبتها مشاهدات من البدايه ولا او كده هتحبط، هتقول لا ده انا مش مكمل. ولكن هي الموضوع فعلا محتاج استمراريه، وزائد محتاج دعم. يعني احنا قلنا اللي في قنوات كتير بتندعم من قبل طبعا ناس يعني من الخليج، من دول الخليج، بتدعم قنوات بعينها، بتحاول
تحطها يعني من ضمن القناة الكبيرة اللي هي بيكون لها دخل ان شاء الله، يعني ربنا يوسع على الجميع، دخل ثابت كل شهر. فبالتالي الناس دي بتتفرغ ان هي تعمل طول الوقت بتنزل فيديوهات على اليوتيوب. ولكن على المستوى الشخصي لا، احنا الموضوع بالنسبة لنا صعب ان انا عشان خاطر يعني اضيع وقتي واضيع يعني مجهود طول الوقت، وممكن التوقيت ده اروح استفاده مثلا وليكن في شغلي في اي حاجة. آه، ما انا ممكن انا فعلا على ارض الواقع يعني في عملي انا، طبعا انتوا عارفين احنا شغلنا ايه وشغال ازاي، عشان خاطر برضو في ناس يعني عندها طبعا يعني مريضة بتدخل تقول لك يا عم ما تشوف لكم شغلانة، مع ان اليوتيوب اصلا هو مصدر دخل لناس كتيرة جدا، وناس ما شاء الله بدأوا حياتهم من تحت الصفر، وكانت حياتهم يعني ضنك زي ما بيقولوا، وربنا كرمهم ووصلوا وليهم دلوقتي مشاهدينهم وبيتابعوهم بالملايين. وطبعا الناس دايما بتستكتر على ناس زينا، لا يا عم تشوف لك. طيب لو انا اشوف لي شغلانه، طب ما اللي الملايين القنوات اللي على اليوتيوب ما كان كل واحد شاف له شغلانه، ملايين القنوات اللي عامله وفاتحه بيوتها واتطورت وكبرت من خلال قناتهم ووصلوا لحلمهم، ما كانوا شافوا لهم شغلانه بعيد اليوتيوب. هو ليه دايما بتبصوا للانسان اللي هو يعني هنقول على قده؟ ليه دايما بتحطوا الاحباط عليه؟ يا عم تشوف لك شغلانه بعيد اليوتيوب وتفكر في حاجات زي كده. ليه دايما ما بتختارش الكلمه الحلوه اللي هي ممكن يعني تكون هي فعلا الدعم؟ انت ممكن ما تدعمش ماديا، بس ممكن كلمه صغيره او كلمه حلوه منك تخلينا طاير في السماء. الكلمه بتفرق، الكلمه بتخلي المعنويات تكون في السماء زي ما بيقولوا. فاحنا في الفتره اللي فاتت بجد حصل معانا ضروب الامور ماديا، يعني بتحصل مع اي حد، الدنيا بتكون فيها شويه لخبطه. الموضوع مأثر على البيت بشكل كبير. قررت ان انا لا خلاص لازم يعني هفصل شويه عن اليوتيوب، ابعد، اطلع اجرب في كذا مكان وفي كذا بلد عشان خاطر لقمة العيش. صعب عليك ان انت تكون في مكان واهلك في مكان، مش سهلة خالص. والله يكون في عون طبعا الناس المغتربة اللي هي طول الوقت بالسنة والاتنين والتلاتة اللي هي يعني بتكون بعيد عن اهلها. الموضوع صعب، ولكن كل حاجة ولها ضريبة. احنا يمكن انا عشان خاطر ما بيظهرش او هما ما بيظهروش معايا، فده ضريبته ان انا بسعى عشان خاطر اوفر ليهم يعني معيشة يقدروا او نقدر نتماشى ونقدر الدنيا تستقر وتستمر. فبالتالي حبيت بس من خلال الفيديو ده ان انا اوضح سبب الغياب، وان احنا بقالنا فترة، وكمان الشعور اللي احنا حاسين بيه في قناتنا، واحنا كنا عندنا طموح، وانتوا يعني الناس المحترمة اللي كانت معانا طول الوقت انتوا وصلتوا لنا الطموح ده. يعني احنا عشنا حالة يمكن احنا او صدقناها واحنا ما كناش يعني متخيلين في يوم من الايام اللي احنا بعد لما كان سقف الطموح كان طالع بينا جدا نزل بينا خالص. فاتمنى ان شاء الله الامور تتعدل في اللي جاي ودايما انا متمسك بالفرصة، وعندي حسن ظن في ربنا كبير جدا ان يعني ان مع العسر يسر ان شاء الله. ربنا هيفرجها، وزي ما اتعثرت مع ناس كتير جدا بعد كده ربنا بيسرها. فالحمد لله على السراء وعلى الضراء، وانا راضي بقضاء ربنا. وده حياتنا يا جماعه. انا دلوقتي في مكان وعيلتي في مكان، وده علشان خاطر ان احنا بنسعى زي ما كان في ناس بتقول لك يا عم ما تشوف لك شغلانه بعد اليوتيوب. والله انا حتى واحنا بنصور اول فيديو واحنا برضو شغالين بعد اليوتيوب، ولكن الناس ما تستكترش، الناس ما تبصش لينا لا يعني عندك كلمة حلوة وهتنفع تمشي معانا يبقى كتر خيرك، ما عندكش وفرها وبرضه كتر خيرك. فعشان خاطر ما نطولش على حضراتكم حبينا ان احنا بس ندردش معاكم في الفيديو ده. دعواتكم لينا بتيسير الحال في الفترة اللي جاية، وان شاء الله الامور تكون احسن وافضل
بكم انتم، عندي ثقة في ربنا ثم فيكم ان شاء الله الامور تتطور وتوصل للي احنا عايزينه. عايز تعليقات محترمة ان كان في ناس لسه فاكرانا، وتدخل وتكتب كمان لوفاء وأسيل، شدوا حيلكم وإن شاء الله ربنا ييسر لهم حالهم في المرحلة الدراسية طبعا في الدراسة، والداخلين طبعا على فترة وفاء أصعب شوية عشان خاطر هي دعوتكم في تالتة إعدادي، إن هي يعني ده مربط الفرس، وإن شاء الله الأمور تبقى معاهم أفضل وأفضل وأفضل بإذن الله. وحشوني كمان، وانتوا كمان وحشتوني، حبيت اعمل الفيديو ده. انتظرونا بقى في اللي جاي ان شاء الله، على قد كده اقدر اعمل لكم حاجه كده ان شاء الله لما نتجمع تاني تعجبكم. نشوفكم على خير، ومع الف 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 مليار سلامه. السلام عليكم.